أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وبالوالدين إحسانا. الوالدين هما الأب والأم، وإحسانا يعني يريد بها الله سبحانه وتعالى المعاملة الحسنة بالوالدين. الأب له مكانته الخاصة في قلوب الأولاد، والأم لها مكانتها الخاصة في قلوب الأولاد، وبالتالي فإننا يجب أن نؤمن إيمانا تاما ومطلقا بأن الأب والأم هما السبب الحقيقي لوجود الإنسان في هذه الأرض من بعد الله سبحانه وتعالى. وقضى الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى على الواحدية الأحدية الفردية الصمدية، أي وحده لا شريك له. وهذه الطاعة لله سبحانه وتعالى قرن وجود الله وطاعته عز وجل، قرن وجوده تعالى بالوالدين إحسانا، فقال: وبالوالدين إحسانا، يعني بعد التوحيد، بعد الطاعة لله سبحانه وتعالى تأتي الإحسان بالوالدين الأب والأم. فإن من أطاع الله عز وجل قد ماذا تنقصه أيضا طاعة الوالدين، يعني الإيمان بالله تعالى يكون ناقصا إذا لم يقترن بطاعة الوالدين، إلا في حالة واحدة، وهي حالة الشرك بالله عز وجل أو الكفر بالله تعالى. فهذه الحالة لا يجوز أن نطيع بها الوالدين. أما في جميع الحالات الأخرى فإن طاعة الوالدين واجبة، الإحسان لهما واجبة، البر بهما واجبة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة وآله وسلم قد قدم بر الوالدين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله. يعني الذي يحمل السلاح ويجاهد في ساحات القتال ويجاهد الأعداء في ساحات الجهاد في سبيل الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد قدم ماذا؟ قدم طاعة الوالدين وبر الوالدين على هذه الجهاد. إذن علينا بطاعة الله وعلينا بطاعة الوالدين طاعة تامة كي يكمل الإيمان بها. ولله سبحانه وتعالى الحمد، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطيبين الطاهرين.